السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المحاضرة الثانية من محاضرات دورة الويندوز. طبعا يا اخواتي، احنا في المحاضرة السابقة اتكلمنا عن أول سطرين في الكيبورد أو في لوحة المفاتيح بتاعة الكمبيوتر أو بتاعة اللابتوب، وشرحناهم السطرين دول بالتفصيل الممل. النهاردة إن شاء الله هناخد السطر الثالث والرابع في لوحة المفاتيح او في الكيبورد بتاعت الكمبيوترات او بتاعت لابات الصب او بتاعت لابات التوب بمعنى اصح وادق، وهنشرح السطر الثالث والرابع بالتفصيل الممل وهنشرحهم بالراحه. ويلا بينا يا جماعه نبدا على الشرح بتاعنا على طول علشان ما نتاخرش على حضراتكم. قبل ما نبدا افكركم بالصلاه على النبي، اللهم صل وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي ان شاء الله عايزين نشرح اول زرار في السطر الثالث من تحت على ايديكم الشمال، وهو زرار اسمه كابس لوك او NVDA. ابقى اول زرار في السطر الثالث من تحت على ايديكم الشمال وهو كابس لوك او NVDA. ابقى لو انتوا حضراتكم قاعدين مع شخص مبصر هتقولوا له دوس على زرار الكابس لوك، ولكن لو قاعدين مع حد كفيف هتقولوا له دوس على زرار NVDA. تمام؟ وهو قارئ الشاشه بيقراه على اساس ان هو NVDA. يبقى لو انتوا قاعدين مع حد مبصر هتقول له كابس لوك، ولكن لو قاعد حضرتك مع شخص كفيف هتقول له NVDA. يبقى هو اسمه كابس لوك بالنسبه للمبصرين يا اخواتي، وبالنسبه للمكفوفين اسمه NVDA. يبقى اول زرار في السطر الثالث من تحت على ايديكم الشمال وهو كابس لوك او NVDA. طيب يمين الكابس لوك او يمين NVDA بمعنى اصح حرف A. يمين الكابس لوك اللي هو NVDA يعني حرف A. يمين A حرف S. يمين A حرف S. يمين S حرف D. يمين S حرف D. يمين D حرف F. يمين D حرف F. يمين F حرف G. يمين F حرف G. يمين G حرف H. يمين G حرف H. يمين H حرف J. يمين H حرف J. يمين J حرف K. يمين J حرف K. يمين K حرف L. يمين K حرف L. يمين L حرف البي التقيلة. لا معلش يا جماعة، يمين L قصدي فاصلة منقوطة او بالانجلش سيمي كونال، ويكون في علمك الناطق مش بيقولك عليها سيمي كونال، بيقولك عليها سيمي بس. ابقى يا جماعة يمين L فاصلة منقوطة او بالانجلش سيمي كونال. ابقى يمين L فاصلة منقوطة او بالانجلش سيمي كونال، وهو الناطق يكون في علمكم هو بيقولك عليها سيمي، بيقولك عليها ايه؟ سيمي. يبقى يمين L يا جماعة فاصلة منقوطة او بالانجلش سيمي كونال اهو. طيب يمين الفاصلة منقوطة اللي هي سيمي كونال ابوستروفي او بالانجلش تك. ابقى يمين الفاصلة منقوطة اللي هي سيمي كونال ابوستروفي او بالانجلش تك اهو. يمين الفاصلة منقوطة اللي هي بالانجلش سيمي كونال ابوستروفي او تك. طيب يمين الابوستروفي اللي هي التك قاطعة خلفية او باك سلاش. احنا يا جماعة عندنا في السطر الثاني قاطعة عادية اللي هي سلاش، ولكن بقى في السطر الثالث عندنا بقى قاطعة خلفية وليس عادية، وهنا بقى اسمها باك سلاش وليس سلاش. يبقى يا جماعة يمين الابوستروفي اللي هي التك قاطعة خلفية وبالانجلش اسمها باك سلاش. يمين القاطعة الخلفية اللي هي باك سلاش انتر. يمين القاطعة الخلفية اللي هي بالانجلش اسمها باك سلاش انتر. طيب ننتقل الآن إلى أول زرار في السطر الرابع من تحت على إيديكم الشمال وهو زرار التاب. يبقى أول زرار في السطر الرابع من تحت على إيديكم الشمال وهو زرار التاب. طيب يمين التاب حرف الكيو.
يمين التاب حرف الكيو. Q. يمين الكيو حرف الدبليو. W. يمين الكيو حرف الدبليو. W. يمين الدبليو حرف الاي. E. يمين الدبليو حرف الاي. E. يمين الاي حرف الار. R. يمين الاي حرف الار. R. يمين الار حرف التي. T. يمين الار حرف التي. T. يمين التي حرف الواي. Y. يمين التي حرف الواي. Y. يمين الواي حرف اليو. U. يمين الواي حرف اليو. U. يمين اليو حرف الاي. I. يمين اليو حرف الاي. I. يمين الاي حرف الاو. O. يمين الاي حرف الاو. O. يمين الاو حرف البي التقيلة وليس البي خفيفة. P. يمين الاو حرف البي التقيلة وليس البي خفيفة. P. يمين البي التقيلة فتح قوس مربع او بالانجلش left bracket. Left bracket. طيب ابقى يمين البي التقيلة فتح قوس مربع او بالانجلش left bracket. Left bracket. طيب يمين فتح قوس مربع غلق قوس مربع او بالانجلش right bracket. Right bracket. طيب ابقى يا جماعة يمين فتح قوس مربع غلق قوس مربع او بالانجلش right bracket. Right bracket. يمين غلق قوس مربع اللي هو right bracket انتر. Enter. ابقى يا جماعة يمين غلق قوس مربع اللي هو right bracket بالانجلش انتر. Enter. يكون في علمكم يا جماعة الانتر بياخد السطر الثالث والرابع. يبقى يا شباب الانتر بياخد السطر الثالث والرابع. يكون في علمكم يا شباب احنا قلنا في المحاضرة السابقة ان السطر الاولاني ده كله ده سطر تحكم، ولكن يا جماعة اهو في المحاضرة الثانية عايز اقول لكم على حاجة برضو. بالنسبة لزرار الشيفت اللي هو في السطر الثاني ده زرار تحكم. الكابس لوك اللي هو الان في دي اي ده زرار تحكم برضو. بالنسبة لزرار التاب ده برضو يا جماعة زرار تحكم. بالنسبة يا جماعة للزرار مثلا الاسكيب زرار تحكم. كلها دي يا جماعة زريرات تحكم. يبقى دي يا جماعة كلها دي ايه؟ زريرات تحكم. طيب يلا بينا يا جماعة نشرح تاني السطرين علشان محدش يتوه معانا وعلشان طبقوا برضو معانا عملي وعلشان يكون الموضوع سهل ويكون يعني مشروح بكل بساطة وبكل سهولة لحضراتكم. يلا بينا يا جماعة نشرحهم تاني السطرين دول. طيب هنشرح أول زرار في السطر الثالث من تحت على ايديكم الشمال وهو كابس لوك او NVDA. NVDA. يبقى يا جماعة اول زرار في السطر الثالث من تحت على ايديكم الشمال وهو كابس لوك او NVDA. NVDA. يبقى انت حضرتك لو قاعد مع شخص مبصر هتقول له دوس على كابس لوك، قاعد مع شخص كفيف هتقول له دوس على NVDA، والناطق بيقراه على اساس ان هو اسمه NVDA، وهو بالنسبة للمكفوفين اسمه NVDA. بالنسبه للمصريين يا جماعه اسمه كابس لوك. يعني انت لو قاعد مع حد مصري وقلت له دوس على NVDA مش هيعرف يدوس على NVDA لو اتشقلب حتى مش هيعرفه اصلا. لكن علشان يعرفوا ويدوس عليه بشكل صحيح وكده قول له دوس على زرار الكابس لوك. بمجرد ما انت حضرتك تقول له دوس على زرار الكابس لوك هيدوس عليه عادي بدون اي مشاكل وبكل سهوله وبكل بساطه. لكن لو انت حضرتك قلت له دوس على زرار NVDA فهو لو عمل ايه مش هيلاقي الزرار بتاع NVDA. فانت لو قاعد حضرتك مع شخص مبصر هتقول له دوس على زرار الكابس لوك. لو قاعد مع شخص كفيف هتقول له دوس على الزرار NVDA. لو قاعد مع شخص كفيف بيفهم قوي في الكمبيوتر هتقول له عادي دوس على كابس لوك او NVDA هيفهمك. وبرده كذلك الامر لو قاعد مع شخص مبصر بيفهم قوي في الكمبيوتر او وبيفهم قوي برده مع الناطق اللي هو NVDA هتقول له عادي برده دوس على كابس لوك او NVDA هيفهمك عادي. ولكن عايز اقول لك برده بالنسبه لو انت قاعد مع حد مبصر مش فاهم قوي في الكمبيوتر فانت تقول له دوس على زرار الكابس لوك. برضه كذلك الامر لو انت قاعد مع حد كفيف والكفيف ده مش بيفهم قوي في الكمبيوتر فانت هتقول له دوس على زرار NVDA علشان تريح دماغك وعشان هو برضه يجيبه بكل بساطه وبكل سهوله. ابقى يا اخواتي اول زرار في السطر الثالث من تحت على ايديكم الشمال وهو كابس لوك او NVDA. NVDA. يبقى يا اخواتي اول زرار في السطر الثالث من تحت على ايديكم الشمال وهو كابس لوك او NVDA. NVDA. يبقى يا اخواتي اول زرار في السطر الثالث من تحت على ايديكم الشمال وهو اسمه كابس لوك او NVDA. NVDA. طيب يمين الكابس لوك اللي هو NVDA حرف A. A. يمين الكابس لوك اللي هو NVDA حرف A. A. يمين الكابس لوك اللي هو NVDA حرف A. A. يمين الكابس لوك
اللي هو ال NVDA حرف ال A. A. يمين ال A حرف ال S. S. 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 يمين ال S حرف ال D. D. يمين ال S حرف ال D. D. يمين ال D حرف ال F. F. يمين ال D حرف ال F. F. يمين ال F حرف ال G. G. يمين ال F حرف ال G. G. يمين ال G حرف ال H. H. يمين ال G حرف ال H. H. يمين ال H حرف ال J. J. يمين ال H حرف ال J. J. يمين ال J حرف ال K. K. يمين ال J حرف ال K. K. يمين ال K حرف ال L. L. يمين ال K حرف ال L. L. يمين ال L فاصلة منقوطة أو بالإنجليش سيميكونال، ويكون في علم حضراتكم الناطق يقول لكم عليها سيمي. يبقى يا جماعة يمين ال L فاصلة منقوطة أو بالإنجليش سيميكونال، ويكون في علم حضراتكم الناطق هيقول لكم عليها سيمي. Semi. اهو يمين ال L فاصلة منقوطة وبالانجلش اسمها سيميكونال، ويكون في علم حضراتكم الناطق هيقول لكم عليها سيمي. Semi. طيب يمين الفاصلة منقوطة اللي هي سيميكونال واللي هي الناطق بيقول لنا عليها سيمي ابوستروفي او بالانجلش تك. Tick. يبقى يا جماعة يمين الفاصلة منقوطة اللي هي سيميكونال واللي هي الناطق بيقول لنا عليها سيمي ابوستروفي او تك. Tick. طيب يمين الابوستروفي اللي هي بالانجلش تك قاطعة خلفية أو باك سلاش. Backslash. طيب يا جماعة يمين الأبوستروفي اللي هي بالإنجلش تك قاطعة خلفية أو بالإنجلش باك سلاش. Backslash. يا جماعة إحنا عندنا قاطعة في السطر الثاني قاطعة عادية اسمها سلاش، وعندنا برضو قاطعة خلفية في السطر الثالث اسمها باك سلاش. يا جماعة إحنا عندنا قاطعة عادية في السطر الثاني اسمها سلاش، وعندنا قاطعة خلفية في السطر الثالث اسمها باك سلاش. Backslash. أهو. Backslash. يمين القاطعة الخلفية اللي هي بالانجلش باك سلاش انتر. Enter. يبقى يا جماعة يمين القاطعة الخلفية اللي هي بالانجلش اسمها باك سلاش انتر. Enter. انتر. Enter. طيب ننتقل الآن إلى شرح أول زرار في السطر الرابع من تحت على يديكم الشمال، وهو زرار التاب أو مفتاح التاب. Tab. يبقى يا اخواتي يا حبايب قلبي أول زرار في السطر الرابع من تحت على ايديكم الشمال وهو زرار التاب او مفتاح التاب. التنين واحد يا جماعه عادي. Tab. يمين التاب حرف الكيو. Q. يمين التاب حرف الكيو. Q. يمين الكيو حرف الدبليو. W. يمين الكيو حرف الدبليو. W. يمين الكيو حرف الدبليو. W. يمين الدبليو حرف الاي. E. يمين الدبليو حرف الاي. E. يمين الاي حرف الار. R. يمين الاي حرف الار. R. يمين الار حرف التي. T. يمين الار حرف التي. T. يمين التي حرف الواي. Y. يمين التي حرف الواي. Y. يمين الواي حرف اليو. U. يمين الواي حرف اليو. U. يمين اليو حرف الاي. I. يمين اليو حرف الاي. I. يمين الاي حرف الاو. O. يمين الاي حرف الاو. O. يمين الاو حرف البي التقيلة وليس البي الخفيفة. P. يمين الاو حرف البي التقيلة وليس البي الخفيفة. P. يمين البي التقيلة فتح قوس مربع او بالانجلش ليفت براكت. Left bracket. يمين البي التقيلة يمين يا جماعة حرف البي التقيلة فتح قوس مربع او بالانجلش ليفت براكت. Left bracket. يبقى يا اخواتي يمين حرف البي التقيلة فتح قوس مربع او بالانجلش ليفت براكت. Left bracket. يمين فتح قوس مربع غلق قوس مربع او بالانجلش رايت براكت. Right bracket. يمين فتح قوس مربع غلق قوس مربع او بالانجلش رايت براكت. Right bracket. يمين غلق قوس مربع اللي هي بالانجلش اسمها رايت براكت انتر. Enter. يمين غلق قوس مربع اللي هي بالانجلش اسمها رايت براكت انتر. Enter. اهو انتر. Enter. يبقى يا اخواتي يمين غلق قوس مربع اللي هي اسمها بالانجلش الرايت براكت انتر. Enter. اهو
يمين غلق قوس مربع اللي هي اسمها بالانجلش الرايت براكت انتر. enter, ويكون في علم حضراتكم الانتر بياخد معانا السطر الثالث والرابع. نقول تاني الملحوظة دي، يكون في علم حضراتكم يا اخواتي يا حبايب قلبي الانتر بياخد معانا السطر الثالث وبياخد معانا برضو السطر الرابع في هذه اللوحة المفاتيح بتاعة الجهاز بتاعنا اللي هو الكمبيوتر او اللابتوب. تمام؟ لحد هنا نكون وصلنا الى نهاية هذه المحاضرة، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها، واتمنى لكم دايما الافادة والتوفيق والنجاح في حياتكم. ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يقدر يكتب لي في التعليقات، وانا تحت امر حضراتكم. وشكرا للجميع، وكان معاكم اخوكم عصام عبد رب النبي. بحبكم جدا من كل قلبي، هتوحشوني جدا. ان شاء الله نتقابل في هذه الفيديو الجاي، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.